السلام عليكم. البارحة يمكن شفتوا هذا الخبر، وهو أنه الجامعات العراقية دخلت بالفئة الحمراء، يعني صنفت عالميا ضمن الفئة الحمراء. الفئة الحمراء يعني شنو؟ يعني جامعات يعني عديمة الفائدة، جامعات منهجها خطأ، تدريسها خطأ، شهاداتها غير معترف بها، يعني على وشك أن تشطب نهائيا من أي تقييم، يعني تخرج خارج التقييم. وهذا شيء طبيعي. هذا بدأ بالعام 88 لما بوقتها صدام حسين انطى ال5 درجات والما اعرف ايش، وذوي الشهداء واعضاء الحزب والفرق وما اعرف ايش لابنائهم، فتسفهت العمليه التعليميه. اما هسه تعال الاعترافات اللي قاعد تسويها الجامعات بالشهادات اللي تجي من برا، هاي تجي من برا، ماكو مال لبنان وما اعرف ايش وايران ويتم معادلتها. هذا أحد أعتقد سبب مهم جدا بهذا الموضوع، لأنه ماكو ماجستير تأخذ خلال 6 شهور أو خلال سنة، ومن جامعات تافهة جدا. وإحنا ما شاء الله هسه بلد الماجستير والدكتوراه. فدخلت هاي الجامعات بالفئة الحمراء، شهادات بائسة، معناها أيضا تدريس بائس ومخرجات بائسة أيضا. يجون شبابنا ينطي 5 ملايين 7 ملايين 3 ملايين، شوف ايش قد بالسنة، على مود ياخذ شهادة من هاي الجامعات. تخيل شنو فائدة هاي الجامعة عزيزي؟ وهي عالميا ما معترف بها، عالميا هي داخلة بالفئة الحمراء، عالميا راح تشطب من التصنيف، عالميا شهاداتها ما راح الراس الشارع متفيد. بتدفع فلوس على شنو؟ يعني مو نقول يا شباب والله ما تفيد، والله ما تفيد. اللي يريد امور الماديه زينه، الله محمد وعلي بالخير عليه، خليه ياخذ هاي الشهاده، يحسها تكمل فد شيء بداخله. لكن انت اللي ما محتاجها، انت اللي فلوسك بالشافعات تجي تروح تصرف عليك جامعه لويش، وانت بامكانك بهاي الفلوس تشوف لك فد مشروع صغير، حتى لو يوميه 15,000، حتى لو يوميه 25,000، تطلع هاي 750 اكثر من راتب الموظف. انا راتبي 600,000، انا موظف حكومي. اي والله العظيم. فليش تكررون اخطائنا؟ احنا مو زينين، انت ليش تكررون اخطائنا؟ يا شباب هذا مؤشر خطر على الجامعات العراقيه، وانحدار رهيب، ومؤشر على سوء اداره. النقطه الثانيه، انا ما اعرف يعني الجامعه ليش تدار من قبل الوزاره؟ شنو علاقه الوزاره بالجامعه؟ منو طالب من الجامعه ان تتبع لوزاره؟ منو طالب منك يا وزاره ان تضعين خطط للجامعه؟ وين الجامعات هي تدير نفسها بنفسها، هي تخلي نفسها منهج، هي تتعاقد مع مؤسسات عالمية، تجي تقول 1 2 3 حتى تتطور العملية التعليمية وتمشي الأمور. هاي إذا أكو جامعة مال أوادم. أما وزارة ووكيل وزير ومدري إيش ومدير عام ورئيس جامعة، كل وظيفتهم قواني مال بريد على مود يشطب لك موافق شخبوطة هالشكل، أنت مقدم عليه إجازة 2 3 سنة، يلا توصل يم العينتين على مود يكتب لك بس شخبوطة موافق. هاي هي، وورا الموافقة تنتظر شهر لاخ، يلا يصدر الأمر الإداري مال إجازتك. هاي دولتك، هاي جامعاتك عزيزي. فأصلا وزارة التعليم العالي حلقة زائدة، هي ما إلها داعي. أصلا الجامعات يجب أن تعمل بنظام السوق وحاجة السوق، وترتبط بالشركات، وترتبط بمؤسسات تعليمية رصينة عالمية حتى ترتقي بمستواها. أما ذولا جماعة الماجستير والدكتوراه ربعنا، اللي ماخذ لي الدكتوراه بمعركة أحد وجاي صاير رئيس قسم، او ماخذ لي دكتوراه بمدري ايش وصاير لي عميد جامعه، ونظام المحاصصه اللي دمر الجامعات ودمر الدنيا كلها. وهذا ما يطور لك العمل الجامعي. وعليه يا شباب ارجع مره ثانيه واؤكد لكم، العمل ثم العمل ثم العمل. سوق العمل اهم مليون مره من جامعات تافهه شهاداتها ما معترف بها. شكرا جزيلا.